اقوى مسا، مفيش بعد كده اهو. بنسأل الناس وبننفذ. تعالوا اهو، يعني حان الوقت بقى، فاهم؟ جه الوقت اخيرا. ناس كتير عمالة بتكلمني على الشباب، تمام، اللي معانا النهاردة، وهم 2 عاملين قلق، واضح كده ان هم عاملين قلق، تمام. فانا جيت اشوف ايه القلق بقى اللي معمول، بما ان الناس بسم الله ما شاء الله مفيش حد ما بيطلبهمش، فواضح ان في حاجة معمولة. فعايزين نسمع ونشوف بقى الشباب عاملة ايه. معانا حسين وفيل اكس، تمام، على حسب ما انا ناطق الاسم، يعني هو المفروض بيقولوا له فليكس يعني، تمام، بس هو كاتبها اف ال ومسافة واي اكس، فانا هعتبرها هو فيل اكس في الغلط يعني، وفي نفس الوقت برضو يمشي فليكس عادي، تمام. بس المهم نشوف الشباب دي بس عاملة ايه، لان لما البشرية بتلح على حد بعينه بيبقى في حاجة وراه، تمام، في حدث حاصل يعني. فخلينا نسمع ونشوف زي ما الناس طلبت، تمام. تراك ستوب على حسب ما انا قاريه يعني، فاحنا هنعمل مع الشباب دي ستوب بجد، تمام. هنعمل معاهم وقفة يعني، ونشوف هم عاملين ايه للبشرية مخلياهم في اوائل الريكومنديشن في الحلقات عندنا، تمام. حابب انوه بس عن حاجة، ان هو حاطط جنب ستوب دي ماجنوليا، بين قوسين ماجنوليا، ولما دورنا على ماجنوليا دي المفروض يعرف ان هو جنس نباتي ولا مؤاخذة، تمام، بيستخدم في تأبير الخنافس، ومحدش يسألني ايه تأبير الخنافس ده، تمام، مش موضوعنا يعني. ولما تعمقت في البحث شوية لقيت ان هو بيتعمل منه لا مؤاخذة مهدئات او منشطات يعني، تمام، حاجة كده بتهدي ولا مؤاخذة، تمام. فالخلاصة كده هو غالبا نوع نبات بيتعمل بيه حاجة تروق الدماغ او تهديه يعني، تمام. بس هنشوف هو ايه علاقته بقى، فاهم ايه بلا مؤاخذة التراك، وليه معمول جنب ستوب كده، مش عارف الصراحة يعني. هو اسم واحد، اختار اسم واحد وخلاص، بس تمام. هنشوف الشباب بقى ونسمع عم حسين وعم فليكس عاملين ايه. خلينا نشوف برضو مين اللي على الانتاج، تمام، ده شيء مهم احنا بنحترمه. البرودكشن، الميوزك برودكشن، هيرو والقرش، المفروض يعني على حسب ما انا قاري هيرو والقرش، مش عارف ده فيلم ولا ايه، بس هما المفروض كده 2 يعني. خلينا نشوف الانتاج عامل ازاي. يلا يا شباب جهزوا بعض كده عم فليكس والنبي، ضم كده على اخوك حسين وشوط. يلا قول. لا تقول لي واقول لك، ولا بجيب العم ولا بجيب الحب، ولا مع الدنيا لو قلبك ده بتعمل له ستوب، وبخف الكونيا ده علشان دماغي بتزوق، خلطانه مقدوليا اذا فوق ثواني بيسيبني بلوك، قاطم الدين ومفيش عداد، فاجئ الجيم مفيش في سكيل، مالي تحقيق لما انا بتكلم ومعلم وماليش مستيت، ودي عشان قلبك متخلف ما بنوتش واقول لك ايه، جيبه بالكسوف بجيبه بالكلف وبحسب حسابات. لا لحظة، لا لك النقدرة بقى اللي كل شوية انا ايه بنساها دي، لا مؤاخذة. نفهم بقى ايه اللي بيحصل. ايه ده، هنسمع راب ولا ايه؟ انا عاجبني اختيارات البشرية فشخ، بقالها فترة كده بتصيب يعني، والوضع شكله على المستوى واضح كده، والقول حلو. قول ده مين فيهم بقى؟ ده حسين اكيد، ده صاحب التراك يعني. يلا قول يا عم حسين تاني، انا مبسوط بالدخلة ده اولا يعني. نشوف، وشكلها كده على دريل على الانتاج. عم هيرو والقرش شكلهم عاملين شغل كويس. قول يابا تاني بقى كده عشان اعرف اركز معاك. قول. لا تقول لي واقول لك، ولا بجيب العافيه ولا بجيب الحب، ولا بقى الدنيا لو قلبك ده بتعمل له ستوب، وبخف الدنيا ده علشان دماغي بتزوق، خلبانه مقدوليا اذا فوق ثواني بيسيبني بلوك، قاطم الدين ومفيش عداد، فاجئ الجيم ما بجيش في سكيلك، مالي تحقيق لما انا بتكلم ومعلم وماليش مستيت، ودي عشان قلبك متخلف ما بنوتش واقول لك ايه، جيبه بالكسوف بجيبه بالكلف وبحاول اصبح حسابات، انا ما تكون كده وصلت
مبدئيا انا اول مره اشوف تمكن على الدريل بالشكل ده، ودي اول نقطه ايجابيه لعم حسين. في سلاسه وسهوله في القول بتاع البارات عالي فشخ. انا متفاجئ بالمستوى الصراحه يعني. بس لك ان تتخيل احنا عدينا المقدمه واللازمه والمقطع الاول دخلنا فيه شويه، فكل ده فاتنا، فاحنا محتاجين نرجع نشوف ايه اللي اتقال اساسا. بس خلينا في الاول نعلق على المستوى. مستوى الفلو عالي فشخ، مستوى الاداء على البيت قوي فشخ، مستوى الانتاج حلو فشخ من هيرو والقرش. الصراحه عاملين شغل حلو. وحاجه مهمه عايز الناس دايما تركز فيها، البيتات بتاعه الدريل دايما بتبقى كاتشي، دايما بتخطف في الاغلب يعني. فانت لما واكبتش الكلام ده بفلو عالي برضو وبليركس قويه هتتاكل في الانتاج ومش هتظهر، فاهم؟ بس فعجبني جدا السيطرة اللي هو مسيطرها في بداية التراك دي، صايع. هو غالبا في حد تاني معاه في اللازمة، وغالبا ده فليكس بقى، لأن في نبرتين مختلفين، ودي حاجة برضو في مصلحة التراك، بحيث ان يكون في بينهم تناغم في النبرات بتاعة الصوت، ما يكونش في تقارب بينهم، بحيث ان انت تعرف ان في اتنين على البيت. فعاش فشخ المستوى. نشوف بقى عم حسين بيقول ايه. نشوف في المقدمة بيقول لك اديهم واحدة انتداب وواحدة احزاب وواحدة تعالوا عركونا يا كلاب. ده في الاول كده، فاهم؟ من الاخر يعني هي خناقة ودايرة يعني، فاهم؟ فده ايه، تسخين كده للدوار اللي هيدور. وغالبا برضو ده التاني فليكس مش حسين، لان نبرة الصوت برضو ايه مختلفة عن اللي دخل في المقطع الاول. واللازمة خلينا نشوف بقى اللازمة بتقول ايه. بداية اللازمة بتقول لك لا تقول لي واقول لك، ولا باجي بالعافية ولا باجي بالحب كده، فاهم؟ مش بالحب بتاعتنا، لا بالحب. فيها مد كده كفلو يعني، فاهم؟ هو بيحط شخصية لنفسه في الفلو بتاعه اللي على التراك بس، فاهم؟ ولا بقى على الدنيا لو قلبك جابك اعمل له ستوب كده برضو، فاهم؟ ما تقولهاش عادي، فاهم؟ قولها زي حسين عشان التراك يمشي معانا. فطبعا هنا في البداية كالعادة يعني، فاهم؟ تراك باتل برضو عقبال امالتنا كلنا، بسم الله ما شاء الله، مفيش حد ما بيعملوش، بس حسين هنا عامله من الطابع بتاعه يعني، فاهم؟ بس بارات عادية جدا فارد فيها عضلاته على التراك، بيعرفك ان انت ما تجيش على سكته من الاخر يعني. بس بعد كده قال لك وبخف بكونياك، وده غالبا اللي ايه فليكس بيقول له عليه، بخف بكونياك، اللي هي المفروض الكونياك يعني، فاهم؟ بس انا ايه قايل لك وبخف بكونياك على طول. وبيخف بكونياك دي على اساس ان هو لما مؤاخذه بيشرب كونياك اللي هي ايه الكحول، على اساس ان هو لما بيشربها بيخف يعني، فاهم؟ او ممكن تروح لان هو لما مؤاخذه يعني لما ايه يتعور او يتجرح كانوا بيصبوا كحول عليها عشان ايه تخف. بس فانا بيقول لك ان هو ايه بتاع مشاكل وبيتعور كتير وبيخف بالكونياك دي، ده المفروض يعني. وطبعا الاغلب عارف ان الكونياك ده مشروب كحولي مكتر من العنب، تمام؟ حاجة حرام يعني. واسم كونياك ده المفروض دي مدينة في جنوب غرب فرنسا يعني، مشهورة جدا بإنتاج المشروب ده، فسموها على اسم المدينة يعني، فاهم؟ عشان إيه يوثقوا لمؤاخذة الحدث يعني. بس فمن هنا طلع اسم كونياك، دي الخلاصة، تمام؟ فهو بيخف بيه بقى، تمام؟ فهمنا؟ مش عارف ايه اللي احنا بنشرحه بس تمام. فقال لك وبخف بكونياك تلاشاني علشان دي دماغي بتزوك، تلاشاه عشان دماغه بتزوك. وطبعا سعيد المواطن عارفين ان الزكه بتبقى في الرجلين، فطبعا هنا قال لك دماغي بتزوك، فاحنا هنا نستنتج على طول دماغه فين؟ دماغه في رجليه، معروفه يعني. بعد كده قال لك خربانه مجنوليا، اذا فقت ثواني بيصيبني بلوك. بس لازمه قويه جدا فيها شخصيه، تمام؟ من البدايه عاش كفلو قوي جدا، الكلام تحس ان هو متقال بالبصمه بتاعتهم. ده بالنسبه للازمه. نخش على المقطع الاول. قال لك ايه فيه؟ قال لك قاطم التيلو ومفيش عداد، باجي في الجيم ما باجيش في السؤال، اجباري تقدير لما انا بتكلم ومعلم ومليش استاذ. 4 بارات على الصح وفيهم قوه في القول عاليه فشخ، زائد ان الرايم سكيم بتاعها قوي فشخ برضو. تعالى اقول لك ليه. قال لك قاطم التيل ومفيش عداد، عندك التيل قافيه داخليه وعداد. بعد كده قال لك باجي في الجيم على التيل، تمام؟ ما باجيش في سؤال وسؤال على العداد، تمام؟ تعالى بقى ركز في البار بتاع باجي في الجيم ما باجيش في سؤال، ده قوي فشخ. لو ركزت في كلمة الجيم هتلاقيها دبل مين، هتلاقي الجيم اللي هو حرف الجيم زي ما بنيجي نقول جيم جواب او سين سؤال، فانا بيقول لك انا باجي في الجيم، بيجي في الجواب، بيجي في الرد يعني، فاهم؟ ما بيجيش في سؤال، ما بيجيش في السين من الاخر. بس وفي نفس الوقت انا باجي في الجيم اللي هو الجيم اللي هو بيجي جوه اللعبه يعني، فاهم؟ فهي ماشيه دبل مين قوي فشخ.
جامد. بعد كده كمل على السؤال وقال لك اجباري تقدير، وهنا لو ركزت هتلاقي ان بدايه البار الثالث هو تكمله نهايه البار الثاني، اللي هو باجي في الجيم ما باجيش في سؤال اجباري تقدير. فجامد فشخ، على اساس ان هو بيجي في صورة جيم جواب يعني، فاهم؟ وجوابه اجباري كمان، يعني الرد بتاعه اجباري لاي حد ممكن يجي على سكته. بعد كده يقول لك لما انا بتكلم ومعلم وماليش استاذ. بص، بتكلم ومعلم وماليش استاذ، ترمي على سؤال وعداد تقفل عليهم يعني. فبجد عاش مستوى الكتابة عالية فشخ. خلينا نكمل اللي اتقال. بعد كده قال لك كويتي عشيك على الباك متخلف. كويتي عشيك دي غالبا ان هو ايه، معاه فلوس كتيرة وفي نفس الوقت حريص عليها. بعد كده قال لك ما بلوكش واجي اقول لك هات، اكد عليها. نركز بقى في البار ده. قال لك بجيبه بالكيس وبجيبه متكلف وبحروق صباحي سبعات. وهنا طبعا سعيد المواطن مش هنعرف نوضح قوي يعني، بس الجماعة اللي بتعلي لا مؤاخذة عارفه التقطيعه بتاعت الايه السبعات دي. هو هنا بيقول لك ان هو شقيان على التقضيه يعني، فاهم؟ وبيجيبها حلوه يعني ومتكلفه، وبيجيب اكياس وبيعملها صوابع. مش محتاج اوضح اكتر من كده، بس المستوى في التفاجؤ. انا في التفاجؤ حاليا يعني. نكمل يا عم حسين، نكمل. قول. ولا بندم ولا قول يا خسارة، كده مصدر وبقول له يتنفذ ومخاطر وفي جيبي متحفز وبرد وفلوسي بيتكفى عشان اقدر اجيب بلد وبصير. ممنوع تشتري بلا صين ومخلص اي حكاية والسيكس راكبها بايم ما هي زي خصامي جراية. ممنوع تعديني افشين ولا تيجي تعويضها ورايا. ناس تبدلنا تروح لزميلي تسرق بزعق وعينيا. يا عبيط ما تعيش الفيلم، ما هو فيلم افتح ونهاية. هتشيل هتكسب في وشك عقل في كف مراية. انا لقب نفسي برنس وبنزح كله معايا. اذا عوزته يجري ما بروحش. انا عاجبني الثقه بالنفس، انا عاجبني الاداء بتاع الراب والاداء اللي في الفيديو كليب، في ثقه كده وفي اثبات للمستوى. فالمستوى فعلا على العالي وهو قد اللي هو بيقول يعني، تحس ان هو بيقدم فعلا شغل فيه بصمته يعني. فالموضوع مفاجئ بالنسبه لي الصراحه، عاجبني مستوى فشخ. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال. تعال، عجبني المستوى فشخ الصراحه، والفلو بتاعه تحس ان فيه بصمه كده، فاهم؟ تعرف تجيبه من كذا رابر يعني، ودي حاجه في صالحه جدا. خلينا نكمل نشوف اللي اتقال. قال لك ايه؟ قال لك اتمنى تكون كده واصلالك، بجادرها ولا اي اداره على السكه ولا عزلي ستاره ولا بندب ولا اقول يا خساره. طبعا قلنا قبل كده بندب دي اللي هو ايه، بيندب على حاله او لا مؤاخذه يبكي على حاله، تمام؟ بس 4 عبارات في العالي برضو بيفخم في نفسه. بعد كده قال لك فلوماستر وبقول له ينفذ وبخدر وفي جيبي متقفز. دي غالبا ممكن تكون رايح ان هو معاه فلوس يعني ودولارات ومقفزها، تمام؟ او ممكن يكون مقفز اخضر تاني من نوع تاني، تمام؟ بما ان هو كان بيحروق صباحي سبعات فوق يعني، فاهم؟ بس وفلو ماستر دي تحس ان هو ايه، ماستر اوف فلو برضو، تمشي دبل مين، فاهم؟ لو انا فلو ماستر، فاهم؟ واللي بقوله بيتنفذ. بعد كده قال لك ايه؟ بعد كده قال لك وبهدر وفلوسي بتكفي. بيرمي فلوسه وبيضيعها. ده طيش الشباب يا ابني يعني، مش كويس خالص يعني. بس ما سابناش، قال لنا السبب يعني. قال لك عشان اقدر اجيب تاني ببساطه. بس هو بيهدر في فلوسه عشان يقدر يجيب تاني ببساطه. الموضوع بسيط، مش عارف الناس متفاجئه ليه او انا متفاجئ ليه. عادي، احنا بنهدر فلوسنا عشان نعرف نجيب تاني ببساطه. نصايح هايله جدا يعني الصراحه، ما يتعملش بيها في كشكول طالب في تانية ابتدائي. بسم الله ما شاء الله، احنا هنا بنتعلم، فاهم؟ خد بقى النصيحه وما تراجعش ورا. بس نكمل. بعد كده قال لك ممنوع تقترب، انا سيم كده، تمام؟ هو مش سم، لا هو سيم وبخلص اي حكايه، تمام؟ مش حكايه زي بتاعتنا، لا حكايه كده، فاهم؟ لو ايه، ضم بقك اخر كل بار وتبقى حسين على طول، تمام؟ او حسين، فاهم؟ بس فنقول تاني مع بعض، ممنوع تقترب، انا سيم وبخلص اي حكايه، تمام؟ والست راكبها بإيم برضو، فاهم؟ مش بيم، لا بإيم. ما هي زي خصام الجرايه، فاهم؟ برضو ما هي زي خصام الجرايه. بص دي لازم تبقى معاك، فاهم؟ وهنا عزيزي المواطن بيقول لك ان هو لا مؤاخذه راكب 6، تمام؟ ركبهم زي البي ولا مؤاخذه، تمام؟ ليه؟ برضو ما سابناش، قال لنا السبب، لانها زي خصامه جرايه.
بس يا سيدي بعد كده قالك ممنوع تعوجها في شيء ولا تيجي تعوجها معايا، بس بعد كده وخلصت مديري لا تروح يا زميلي في سرير بإسعاف وعناية. بس يا سيدي هي يعني ايه في الحبكه دي تمام. برضو اخر 4 برضو شويه تهديدات، قال لك يا عبيط ما تعيش الفيلم، ما هو فيلمك اخره نهايه، بعد كده هتخيب هتشيل هعكس لك وشك هقلب كفي مرايه. تمام. عاجبني شويه السويتشات اللي بعملها في البارات دي، هتخيب هتشيل هعكس لك وشك هقلب كفي مرايه. جامده، لقطه جامده الصراحه، انا عاجبني الاداء فشخ. بعد كده انا بقى بارين خلاصه، قال لك ده انا لقب نفسي برنس وبنزه كله معايا، إذا عوزته يجيلي ما بروحش يا زميلي في مكاني مظبوط للغاية. عاش المستوى الصراحة، أنا عاجبني الأداء وعاجبني الفلو وأنا بقول الصراحة. حلو حسين أو حسين، عاش يعني اختيار الناس في الواجب. بس الكونكلوجن إن عاجبني مستواه فشخ، مستوى القول حلو، مستوى الفلو حلو، مستوى الكلام حلو، وكتابته السكيم بتاع الليركس اللي هو عامله قوي فشخ بجد يعني يتحسب له. خلينا نشوف بقى ايه نمبر 2 تمام هيعمل ايه عم فليكس. جايين، جاهز داخلين عليك اهو، يلا قول يلا. اقول لك ولا بجيب العافيه ولا بجيب الحوز ولا بحر الدنيا، لو قلب قدامك عامل له ستوب وبخف الكونيا 3 سنة علشان دماغي بتزوق، خلصانه مقتوليا اذا فوق ثواني بيسيبني بلوك، لا طلعت نقد ولا بدي حق، انا بدي في الجد ما جيش حق، انا في اي وقت في اي حته معايا حد وجاي شده زميل في الفيلم انت مش كل فبلاش. يا عم لحظه يا زميلي، في ايه؟ ما تخش عليا بالمتاوي، خش عليا وغزنا احسن. ايه نجم ولا انتوا بتعلوا على بعض ولا ايه؟ بتعلوا على بعض انتوا كده، بتعلوا على بعض. شو ايه المستوى ده يعني؟ بعيد عن العوجان اللي في البق تمام. على فكره ده بيحصل بره عادي يعني، زي ما توباك شاكور كده وبيجي ليهم ثقافتهم برضو فاهم، وشغل الجانجستر اللي بيتعمل بره. الشباب دي واضح كده ان هي بتنقل نفس الصوره والثقافه اللي عندهم في المنطقه. بس لما مؤاخذة عم فليكس يعني احنا مش شايفين اي حاجه تدل على الكلام اللي بيتقال نهائي، ولكن الاداء فاجئني لتاني مره يعني. في مستوى انا شايف كده الصراحه، ومتفاجئ باختيار الناس بجد. عاش. خلينا نخش تاني من اول دخلة عم فيليكس ونشوف ايه اللي بيتقال. مستوى، خش يابا. لا طلعت نقد ولا بدي حق، انا بدي في الجد ما جيش في حق، انا في اي وقت في اي حته معايا حد وجاي شده زميل في الفعل انت مش حلمي فبلاش تنكشني، مش حلمي ما اعتمدش اسم ولا سن ولا جلول منك ولا كين، رحت له كنت بتاخد ده بديل كنت اهو انا في جيم على اسمي الملعب الدنيا باينه حبيب دماغي الضل ما خبرتش عشان انا في الاكشن المات تحاول رفضك لو اعدام تسمع كلمات مش يعني يخرب بيت ام الجمدان ده عشان نمشي بس مع الرايم مع فليكس. ايه ده؟ ايه يا ابني المستوى ده؟ هقولها تاني، ما شفتش تمكن على الدريل بالشكل ده وبالمستوى ده الاتنين. انا شايف كمان ان فليكس على حسين. عاش فشخ وعجبني فشخ ان هو بيتكلم بلغته، بلغة الشارع اللي هو عايش فيها فاهم يعني. رغم ان احنا مش شايفين طبعا البودي انا برضو يعني خايف عليك برضو والله العظيم يا عم فليكس يعني الصراحة يعني انا عليك والله مش اكتر يعني، ما تفردهاش قوي كده بس يلا تمام. كل واحد وقدراته فاهم. هو فتحها شوية تمام بدون اي اثبات، ولكن يعني صباح الفل خد منه وما تراجعش بقى فاهم. وقت المعركة هيبان الهمبكة بقى بتحصل فيها ايه. بس فعاش المستوى الصراحة، مستوى الراب في راب، مستوى الانتاج عالي فشخ. عجبني وعجبني الفيديو كليب كمان، وفي بار او بارين عجبوني فشخ هنقولهم لما نخش نشوف ايه اللي اتقال. خلينا نشوف ايه اللي اتقال. بيقول لك بقى عم فليكس ايه طبعا جاي مقطع وشه خالص تمام، مش فارق معاه نهائي فاتحها على الاخر وداخل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لا بلعت ندب ولا بات لي حق، انا باجي في الجد ما جيش في حرق. بص تكوين البار عامل ازاي، عايزك تركز فيه جامد فشخ. برضو قافية داخلية، لا بلعت ندب تمام ولا بات لي حق. الندب تاني هرجع اقول الندب ده المفروض اللي هو لما بتندب على حالك فاهم او بتبكي عليه، وفي نفس الوقت برضو ليها معنى تاني. والندب ده اللي هو ايه الجرح او الندب اللي بتبقى في الوش، فهنا ممكن تبقى رايحه لها اكتر ان هو بيقول لك ما بلعش ندب فاهم، محدش عارف يعوره من الاخر او يجرحه تمام. مش الجرح بتاع العاطفيين لا،
يعوره يعني فاهم، بس جرح نزيف يعني. فهو ما بلعوش قبل كده يعني، ما بلعوش يعني ايه، محدش اداهوله قبل كده بس. وده اوقع شويه لان النص التاني بيقولك ولا بات لي حق، يعني من الاخر ما بيسكتش على حقه، ما بيباتش، لو ليه حق بياخده في ساعتها، ما بيباتش تاني يوم. ده عم فليكس، فخد بالك بقى تمام. زي ما انت شايف كده في الفيديو، موضوع مخيف ومريب يعني. بعد كده بيقولك انا باجي في الجد ما اجيش في حرق، من الاخر هو بتاع جد بس فاهم، ما بيحرقش كتير. بعد كده كمل اسلوب التهديد بتاعه وقال لك انا في اي وقت في اي حته مع اي حد واللي جاي اشد. من الاخر اللي عنده حاجه يجي يوريني نفسه. الراجل صريح، مفيش كلام. انا عاجبني تكوين البارات فشخ، والقول بتاعها جامد فشخ. قال لك يا زميلي في الفعل انت مش حملي، فبلاش تنكشني مش هحل، ما اعتمدش اسم ولا سن ولا جلود منك ولا كن. جامد فشخ. طريقة الكتابة بتاعت البارات عالية المستوى فشخ بجد يعني. الناس دي مفاجئاني. عاش. ما اعتمدش اسم ولا سن ولا هيعمل حساب لاسم ولا سن، مش هيفرق معاه بقى كبير صغير، مش فارقاله. بعد كده ولا جلون منك ولا كن ولا جلون دي اللي هو ايه، مش هخاف منك من الاخر يعني فاهم. فالطريقة عجباني فشخ. خلينا ناخد اللي بعدهم، تقريبا هم دول اللي عجبوني. بص بقى بيقول لك وقت ما كنت انت في كوم دباديب كنت انا والامنا في جيم خلاويص. جامد فشخ. اللي هو وقت ما انت كنت مزنوق في كوم الدباديب مع العلاقات العاطفيه، كان هو بيخلص دور خلاويص مع الامنا والشرطه يعني فاهم. اللي هو وقت ما انت كنت بتعطف وبتلطف هو كان بيشطف فاهم. هو بيقول لك هو حياته عامله ازاي يعني فاهم. حتى بعد كده قال لك من وجع الدنيا بقينا حلاليف، جبناها بتضلين تخاف ما تجيش. من الاخر يعني فاهم، جايبها بالغلط يعني فاهم. عجبني فشخ المستوى، عجبني فشخ المستوى بجد يعني. عم فليكس على المستوى، عم حسين على المستوى، الانتاج برضو على المستوى، فجامد فشخ. خلينا نكمل اخر حتة ونقفل. قول. ولا بقى عالدنيا لو قطع ده ولا عامل اسطول ولا في الدنيا بتاع عشان عشان يتعمل الزوم كنت له الدنيا اذا كنت سوالي تسيبني فلوس ساعتها لحظة ربنا يجي على عاش المستوى فشخ. هقولها تالت، ما شفتش تمكن على دريل بالمستوى ده من شباب لسه صاعد، ما شفتش كده الصراحة يعني. عاش فشخ للبشرية اولا، ولحسين ولفليكس وللانتاج اجمع كله بجد. عاش المستوى. ومن الحلقة دي هبدأ اتابع الشغل بتاعكم واشوف الجديد. وبنشكر البشرية على الريكومنديشن ده، ولنا لقاء في اللي بعده، مش هنتأخر. اللي بعده يا ابني، اللي بعده.